انا جبت صفقه اوردر من شي ان والحمد لله ما اتعورتش من الجمارك ودفعت 5000 ولا 10000 جنيه. لا يا جماعه انا لازم اشوف حل في ادمان حاجات شي ان، اتصرفوا بجد. ودلوقتي بقى هقول لكم السر في ان كل صفقاتي لشي ان بتنجح على طول. والاوردر المره دي مختلف شويه، بس لما تشوفوا الحاجات دي وهي ملبوسه هتقولوا واو شكله مش طبيعي، وفي اللبس هيبقى حاجه بقى تانية خالص. بصوا الستارز الكيوت دي، مستحيل ما اطلبش سويم سوت من شي ان. ده التوب بتاع السويم سوت ودي السكيرت بتاعتها. ويا جماعه بصوا الورده التحفه اللي موجوده فيها. انا بعشق البيزك توبس بتاعت شي ان، بتبقى عمليه وحلوه جدا. بصوا الفكره بتاعتها من قدام تحفه ازاي. بصوا التوب التحفه دي، الخامه بتاعتها تول كده، دي في اللبس بتبقى مش طبيعيه وبتبقى حلوه قوي وعمليه على اي حاجه كاجوال عندك. طبعا لما حاجه بتعجبني بحب اجيبها بالوانها كلها، فده اللون الاسود منها شكله مش طبيعي. توب دي كده المفروض ان هي دانتال، اللون بتاعها بس اللي مش عاجبني شويه. حاسه ان انا لو كنت اخترتها اللون الابيض او الاوف وايت كانت هتبقى احلى بكتير. بصوا دي شفتها على واحده صاحبتي وعجبتني قوي، هي حلوه قوي بس عيبها ان هي محتاجه تتكوي كل شويه تقريبا. طبعا البلت بتدي شكل للاوتفيت تحفه. متحمسه اعمل له ستايلنج قوي. بعشق الجينز اللي موجوده على شي ان بجد، شكله في اللبس كلمه تحفه دي قليله. دي بتفتحوها كده وبيبقى بنطلون عادي، ده بقى وايد ليج بانس جينز كده وهو شكله بيزك خالص، حلو قوي قوي قوي. ولو عندكم اطفال بقى فجبت برضو السات دي كده، فيها اللون الاسود واللون البيج اللون الابيض اللون الجراي، وهي بتبقى سات كده على بعضها فيها اكتر من حاجه. طبعا انا جبته من البيج دي اللي انقذتني وجابت لي الاوردر في اقل من 15 يوم تقريبا.